اللوبي الصهيوني في أمريكا توعد جمال بومن وتوعد بإسقاطه، ورصد لده 14 مليون دولار. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحياز فكرة. الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش له قصيدة اسمها أثر الفراشة، بيقول فيها: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. وأثر الفراشة هي نظرية معروفة مفادها إن الأحداث الكبيرة قد يتسبب في حدوثها حدث صغير، ونتيجة لأحداث صغيرة متتالية ومترتبة على الحدث الصغير ده بيحصل الحدث الكبير. وفي مقولة مشهورة بتعبر عنها، بتقول إن رفرفة جناح فراشة في البرازيل قد يؤدي إلى حدوث إعصار كبير في تكساس، نتيجة إن رفرفة جناحات عدد كبير من الفراشات بشكل متزامن قد يؤدي إلى حدوث دوامات صغيرة من الرياح، قد تؤدي بعد ذلك إلى انخفاض في الضغط الجوي أو انخفاض في درجة الحرارة اللي بيسبب اضطراب في تدفق الرياح، ثم يؤدي إلى الإعصار الهادر. بنجامين فرانكلين أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية والشاعر الأمريكي جيمس بولدون لهم نص أدبي متشابه بيعبر عن أثر الفراشة أو فكرة أن الأحداث الصغيرة بتؤدي في النهاية إلى أحداث كبيرة. فبيقولوا فيه: لعدم وجود مسمار ضاعت الحدوة، ولعدم وجود حدوة ضاع الحصان، ولعدم وجود حصان ضاع الفارس، ولعدم وجود فارس هزموا في المعركة، والهزيمة في المعركة أدت إلى ضياع المملكة، وكل ذلك بسبب عدم وجود مسمار. تاريخياً في أمثلة كتير على أثر الفراشة، فنقدر نقول إن عربية دخلت في طريق بالخطأ في مدينة سراييفو في البوسنة أدت إلى حدوث الحرب العالمية الأولى والثانية، وتحول أمريكا من دولة منعزلة إلى إمبراطورية وقوة عظمى. وده لما زار الأرشيدوك فرانز فرديناند ولي عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية مدينة سراييفو. القوميين الصرب كانوا بيكرهوا حكم الإمبراطورية النمساوية المجرية، فقرروا اغتياله. فالراجل كان معدي بالعربية، راح أحد القوميين الصرب رمى عليه قنبلة يدوية أخطأت طريقها وانفجرت في العربية اللي وراه. نجا منها الأرشيدوك وراح لمقر الحكم، فارتاح شوية هو وزوجته صوفي، وبعد شوية قرروا إن هما يزوروا المصابين في المستشفى. خد العربية وبدون ما يعلم السواق خد طريق بالخطأ، فدخل في شارع ضيق تسبب في إن طابور من العربيات بقى واقف ومزدحم. كان موجود أحد القوميين الصرب اللي هو جافرييل برانسيب 19 سنة، بص لقي الأرشيدوك في وشه، ما كدبش خبر، طلع المسدس واغتاله هو وزوجته صوفي. ونتيجة الاغتيال ده أعلنت النمسا أو الإمبراطورية النمساوية المجرية في الوقت ده الحرب على صربيا، وانضمت ليها ألمانيا حلفتها في الحرب على صربيا. لكن الصرب من العرق السلافي وأرثوذكس زي روسيا، فأعلنت روسيا الانضمام للصرب في حربها ضد ألمانيا والنمسا. بعد شوية انضمت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للصرب وروسيا، والدولة العثمانية راحت انضمت لألمانيا والنمسا، وبدأت الحرب العالمية الأولى وانضمت دول كتير بعد كده. الحرب العالمية الأولى بدأت من 1914 ل 1918، راح ضحيتها 20 مليون نسمة، وكان نتيجتها تفكك 4 إمبراطوريات اللي هم العثمانية والروسية والنمساوية المجرية والإمبراطورية الألمانية، وظهرت دول جديدة على الخريطة زي تركيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وبولندا. وكان نتيجة لده إذلال وهزيمة ألمانيا، إذلالها بمعاهدة فرساي اللي اقتطعت كتير من أراضيها لصالح فرنسا، واللي كان نتيجته ظهور أو بزوغ نجم الرايخ الثالث اللي كان بقيادة هتلر، واللي تسبب بعد ذلك في إشعال الحرب العالمية الثانية، الحرب اللي راح ضحيتها حوالي 80 مليون نسمة، وأدت إلى
خفوت أو انهيار الإمبراطورية البريطانية والفرنسية وتحولهم لدول عادية، وتحول القوى العظمى أو إن أمريكا والاتحاد السوفيتي بقى هم القوى العظمى في الوقت ده، وانقسم العالم إلى معسكر شرقي ومعسكر غربي، وبعد كده انهار الاتحاد السوفيتي وأصبحت أمريكا هي القوى العظمى المهيمنة. كل ده بسبب سواق الأرشيدوك فرانز اللي خد طريق بالخطأ أدى إلى ازدحام السيارات، وبالتالي اغتيال أو نجاح محاولة اغتيال فرانز فرديناند، اللي في الأول أصلا كانت محاولة اغتيال فاشلة. اغتيال الأرشيدوك فرانز فرديناند هو أثر فراشة واضح في التاريخ، وبيؤكد لنا على مدى هشاشة العالم، وإزاي إن ممكن حدث صغير زي ده يقلب العالم رأساً على عقب. بس نيجي هنا لسؤال مهم: هل يمكن اعتبار أحداث 7 أكتوبر وطوفان الأقصى أثر فراشة جديد ممكن أن يحدث إعصار في مجرى التاريخ؟ في الحقيقة إن في بوادر كتير بتقول إن الطوفان أو أحداث 7 أكتوبر ممكن اعتبارها أثر فراشة جديد في مجرى التاريخ، لأن مثلا بعد ما اندلعت أحداث 7 أكتوبر كان نتيجة لها إن حزب الله أصبح جبهة إسناد لقطاع غزة وشارك في الحرب، الأمر اللي أدى لحدوث مواجهة بينه وما بين إسرائيل، وفي النهاية انهار حزب الله نتيجة لهجمات البيجرز الإسرائيلية. انهيار حزب الله أدى إلى ضعف نظام بشار الأسد، اللي ترتب على ضعفه إنه سقط بسهولة أمام هجمات المعارضة الموالية لتركيا. انهيار حزب الله وانهيار نظام بشار الأسد أدى إلى تفكك في نظام الردع الإيراني اللي كانت بتعتمد عليه إيران في ردع إسرائيل، بأنها تحيط أو تحاصر إسرائيل بمجموعة من الحلفاء القادرين على إيذائها إذا فكرت إسرائيل في مهاجمة إيران أو مهاجمة نظامها النووي. ده أدى إلى جرأة إسرائيلية في مهاجمة إيران، وبالتالي نشوب الحرب الإسرائيلية الإيرانية اللي قد تكون الأولى، لكن بالتأكيد مش هتكون الأخيرة. تأثير فراشة أحداث 7 أكتوبر ترتب عليه أمور أخرى، زي مثلا إنها فتحت الباب أمام نقاش سردية الرواية الصهيونية في قضية فلسطين، ودي كانت أمور من المحرمات في الغرب. برضو فراشة 7 أكتوبر فتحت ثغرة في جدار الدعم الأوروبي لإسرائيل، وشفنا دلوقتي إزاي دول زي أيرلندا وأسبانيا والنرويج ابتدت تعترف بالدولة الفلسطينية، بل بتاخد مواقف قد تكون أفضل بكثير من مواقف كثير من الدول العربية. وشفنا من كام يوم إزاي مغني الراب البريطاني بوب فيلن في وسط بريطانيا في مهرجان جلاستونبري الغنائي هتف بالموت للIDF أو جيش الدفاع الإسرائيلي، وإزاي كانت الشاشات وراه بتهتف بالحرية لفلسطين. كل ده بيحصل في قلب بريطانيا، الدولة اللي أسست الكيان الصهيوني نفسه. بل إن تأثير فراشة أحداث 7 أكتوبر لم يقتصر على بريطانيا، بل وصل لأمريكا، الدولة الداعمة أو أكثر دولة داعمة للكيان الصهيوني في العالم وضمانة وجوده في العالم. وشفنا ده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإزاي إن الولايات المتأرجحة زي ميتشيغان وأريزونا وجورجيا وويسكونسن وبنسلفانيا، إزاي الولايات دي اللي هي انتخبت بايدن في 2020 تحولت كلها تماما لانتخاب ترامب ضد كاميلا هاريس في 2024 اعتراضا على سياسات الحزب الديمقراطي اللي بتمثله كاميلا هاريس وبايدن. أي نعم، سياسات ترامب تعتبر أسوأ أصلا من بايدن ومفيش اختلاف كبير ما بينهم، بس انتخاب ترامب في حد ذاته نقدر نعتبره زي كاتاليست أو مسرع لانهيار السيطرة الأمريكية على العالم وتصدع الحلف الغربي وبداية حدوث الشقاق بين أوروبا وأمريكا في العالم. تأثير فراشة أحداث 7 أكتوبر لم يقتصر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بل امتد للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. فهنشوف مثلا إن في سنة 2024 كان في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح للكونجرس في ولاية نيويورك.
كانت ما بين جمال بومن وجورج لاتيمير. جمال بومن معروف بآرائه المناهضة لإسرائيل، شايف إن اللي بتعمله إسرائيل ده إبادة جماعية، وإن نتنياهو ده مجرم حرب، وكان ضد مشروع أو قرار الكونجرس بدعم إسرائيل، وكان دائم التشكيك في الرواية الإسرائيلية. اللوبي الصهيوني في أمريكا توعد جمال بومن وتوعد بإسقاطه، ورصد لده 14 مليون دولار. ورغم ان في شخصيات كبيرة ومعروفة في امريكا كانت بتساند جمال بومن زي السيناتور بيرني ساندرز اللي هو كان مرشح في الانتخابات التمهيدية لرئاسة امريكا في الحزب الديمقراطي، والنائبة عن نيويورك الكسندرا كورتيز، ولكن نجح اللوبي الصهيوني في اسقاط جمال بومن. وطلع اللوبي الصهيوني ايباك بتصريح قال فيه ان خسارة جمال بومن هي مكسب للحزب الديمقراطي التقليدي الداعم لإسرائيل. ده النتيجة اللي كانت بتحصل في 2024 ومدى تأثير اللوبي الصهيوني على الانتخابات. تعالوا نشوف بقى تأثير فراشة أحداث 7 أكتوبر بعد مرور سنة واحدة من تمكن اللوبي الصهيوني من إسقاط جمال بومن في يونيو 2024. في يونيو 2025 بيترشح زهران ممداني المسلم ذوي الأصول الآسيوية في الانتخابات التمهيدية لاختيار عمدة نيويورك. نيويورك اللي بتحتوي على أكبر تجمع يهودي في العالم بعد تل أبيب. زهران ممداني زي ما قلنا هو مسلم من أصول آسيوية، زوجته من أصول سورية، زي جمال بومن بالظبط في مواقفه ضد إسرائيل. بيصرح صراحة إن اللي بتعمله إسرائيل ده إبادة جماعية، وبيدعم حركات المقاطعة، وبيقول إن نتنياهو ده مجرم حرب لابد من اعتقاله إذا زار نيويورك. مترشح قدامه أندرو كومو. أندرو كومو ده العمدة السابق لنيويورك، ونقدر نقول إنه الفتى المدلل للوبي الصهيوني إيباك، بل إن أندرو كومو هو عضو الفريق القانوني للدفاع عن نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية. ورغم ذلك زهران ممداني الشاب اللي في الثلاثينات من عمره يقدر يفوز على أندرو كومو المدعوم من بيل كلينتون وشخصيات كبيرة واللوبي الصهيوني كله وراه في الانتخابات التمهيدية، ويصبح زهران ممداني أول مسلم يترشح للانتخابات التمهيدية كعمدة لنيويورك. طبعا ممكن اللوبي الصهيوني يتمكن من إسقاط زهران ممداني في نوفمبر في الانتخابات النهائية، ولكن الأكيد أن اللوبي الصهيوني بكل قوته تمكن في يونيو 2024 من إسقاط جمال بومن، لكن في يونيو 2025 لم يتمكن من إسقاط شاب في مستهل مشواره السياسي مترشح قدامه فتى مدلل ورجل خبير في الانتخابات زي أندرو كومو، وفي الآخر ما قدروش يسقطوا زهران ممداني. طبعا ده تغير كبير بيحصل في أمريكا والغرب، أحد تجلياته اللي بيحصل في الجامعات الأمريكية. فهنلاقي إن أثر فراشة 7 أكتوبر كبير خصوصا في الجيل الجديد. حاجات ما كناش نتخيل إن ممكن تحصل في الغرب، اللي بيقولوا بوب فيلن على المسرح، تصريحات ممداني وجمال بومن، كل دي حاجات كنا بنشوفها من ضرب الخيال. بالتالي احنا نتمنى ان اثر فراشة 7 اكتوبر يزداد ويزداد لحد لما يصبح اعصار هادر يغير شكل العالم الظالم اللي شايف في البث المباشر للإبادة الجماعية كل يوم وكل ساعة بدون ما يحصل أي تغيير أو بدون ما يحرك ساكنة. ربنا ينصر أهلنا في فلسطين وينصرنا عليهم. الحلقة انتهت. السلام عليكم ورحمة الله.